العالمين. مرحبا بكم إخوة الإسلام وأحبة الإيمان في لقائكم الطيب المبارك. تفرح العين برؤيتكم ويهنأ القلب بالحديث إليكم. نلتقي اليوم الثلاثاء 30 من ربيع الأول عام 700 وألف من الهجرة، الموافق 2 من ديسمبر عام 86 و900 وألف. نلتقي في لقاء جديد نجدد فيه العزم على المضي على المسير في طريق الله جل وعلا. نتزود فيه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما كان لقاء الثلاثاء لقاء جامع وليس حديثا مجردا فحسب، لذا نرجو من إخواننا الكرام الذين يودون الانصراف عقب المحاضرة مباشرة لظروف سفرهم أو ما شابه ذلك أن يتخذوا أماكنهم في الصفوف الخلفية أو خارج المسجد حتى لا يتسببوا في إيذاء إخوانهم، وكذلك في تعويق سير الأمور بعد المحاضرة. كما يرجى من الإخوة الكرام جميعا التفضل بالانصراف بعد اللقاء مباشرة ودون تعويق لمرور الترام، ونرجو مراعاة ذلك بدقة. وفي لقائنا المتجدد نلتقي حول الرسول القدوة الذي جعله الله تبارك وتعالى هاديا وبشيرا ونذيرا. كان قدوة مع أهله، قدوة في بيته، قدوة في كيفية معاملته لعشيرته وقومه، في كيفية حله للمشكلات والأمور والصعاب. نستعرض صورا من حياته المشرقة مع الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد حسين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، حياة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها من الصور المشرقة التي ثبتت في فؤاد الزمان ما تظل عالقة في قلوب المؤمنين ليحتذوا بها، فرضها ربهم عليه. إن الله عز وجل فرض حياة رسول الله، سلوكيات رسول الله، عبادات رسول الله، كل ما كان في حياة رسول الله، في كل جزء من أوقات رسول الله، في كل كلمة، في كل فعلة، في كل سكنة، في كل حركة، فيها إرشاد للبشرية إلى يوم القيامة. لم يعرف في تاريخ البشر لا قبل رسول الله ولا بعده إن حياة إنسان عرفت في داخل بيتها وفي خارجه، في خصوصياته وشؤونه العامة والخاصة، أن يحفظ ويسطر في الكتب وفي القلوب من قبلها جميع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص الناس ويكون ذلك عبادة لهم على تعرف كل شؤون نبيهم. لم يحدث ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الصور، سواء مع قومه وعشيرته وأصحابه وأنصاره وزوجاته وأولاده وأحبابه وكافة من كانوا يعيشون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك من الحكم
من الأخلاق، من الفوائد، من الأشياء التي يجب أن يعقلها ويتعلمها المسلمون حتى يصيروا على هديه وعلى شاكلته وعلى سمته وعلى خلقه وعلى سلوكياته، بل وعلى طريقه إلى الله عز وجل. لا يصلون إلى الله عز وجل ولا يرشدون في حياتهم ولا يلتزمون الحق إلا بالتزامهم بطريق نبيهم صلى الله عليه وسلم وبتتبع آثاره الشريفة ومعاني بيانها النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها في أفئدتهم وفي قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين من مقاصده ومقاصد رسالته العالية الشريفة أن قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فما من مكرمة من المكارم التي عرفتها البشرية، ما من فضيلة اتفق عليها العقلاء، ما من شيء استحسنه الناس وأيده الدين إلا واكتمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمال المطلق. لم يسبق لنبي ولا لأحد موقف من المواقف التي سجلها الله عز وجل في وحيه وعرفها نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام إلا ووقف مثلها وأعظم منها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا تنفيذا لأمر الله عز وجل، حيث قال وأمر ووجه ربنا عز وجل نبيه ثم وجهنا فقال: فبهداهم اقتده واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من أجل ذلك اكتمل كل ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بقدر ما يتسع الوقت لبيان بعض الصور والوقوف عندها، لا لبيان أسرارها والمنافع التي فيها، ولكن لمجرد العلم بها، لعل الله يفتح على أحدنا فيتمثلها في حياته ويتدبر معانيها فينتفع وينفع بها من شاء. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله ربه عز وجل وقال عن رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعثته قال: أنا الرحمة المهداة. أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرحمة التي جاءت بفيض قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشرت فعمت على المخلوقات، على سائر المخلوقات، حتى على قومه الكافرين، لأن العالمين هي ما سوى الله عز وجل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي للخلق، للمخلوقات، كل المخلوقات في السماوات في الأرض، وقت رسول الله وبعده، حتى للكافرين. فما ظنكم وقد قال ربنا عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. يعني مجرد ان فيهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يستأصلوش بعذاب ولا يعذبوا. فكان من بركة ورحمة نبينا صلى الله عليه وسلم على قومه المشركين أن الله رحمهم فلم يستأصلهم بعذاب، كما سبق في الأمم الكافرة المعرضة المكذبة لأنبيائها من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا من رحمة الله عز وجل للعباد، بل للكافة، بإرسال نبينا صلى الله عليه وسلم. وموقف نعرفه ولكن نقف عنده ونذكر به، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من قومه وقد أغضبوا الله عز وجل بتصرفهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجوه بعد أن آذوه وأخرجوا من آمن به واضطهدوه، حبسوه في شعب أبي طالب وحاصروه اقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا، وتتبعوا مسيره في القبائل لكي يردوا عليه دعوته. كل ذلك، كل أصناف الإيذاء والابتلاء التي أمكنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى سقيف في الطائف، ونعرف كيف ردوه. وظل معهم 10 أيام وهم يسفهون كلامه، بل يحرشون سفهاءهم وصبيانهم ومواليهم من العبيد إن يصطفوا
صماطين صفين عشان يلقوا التراب والحجارة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذوه بالكلام اللي لا يليق بمقامه الشريف. ورغم هذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ويسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، إن الله سمع رد قومك عليك، وقد بعثني وبعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. ويسلم عليه ملك الجبال ويقول له: إن الله قد سمع رد قومك عليك فمرني بما شئت. ثم يبين قوته وإمكانياته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظام المحيطين بمكة، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا، بل أستأني بهم، أصبر، لعل الله يخرج من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهول الشديد من الابتلاء المصبوب عليه من قومه الضالين المكذبين المعرضين الحاقدين، ما زالت رحمة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض على قومه، بل إن يقول: أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم الجيل ده والجيل اللي بعده وأجيال كثيرة، بس لعل الذرية يأتي من أحد الكافرين نسل يعبد الله، يقول لا إله إلا الله، لا يشرك به شيء. شوفوا صبر النبي عليه السلام، وشوفوا حلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأمله في انتشار الإسلام، إن يقول: حتى ولو كذبني ذلك المجتمع بأسر، ما زال في الأصلاب من يولد على الفطرة فلعلهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. من أجل ذلك يقول له ملك الجبال: لقد صدق ربك إذ سماك رؤوف رحيم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. موقف آخر، قريش وهي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح في المدينة، أخرجوه وطاردوه، بل وصلوا إلى المدينة لكي يستأصلوا شأفة تلك الدولة الفتية، المجتمع الجديد اللي بدأ بالتوحيد وبدأ بالإسلام. أرادوا أن يهدموه، أن ينتزعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ويقتلونهم من المدينة. ورغم هذا بلغ الأمر إن حدثت حادثة في سرية من سرايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا أحد المشركين أسير، فلما وصلوا به إلى المدينة عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدرون من أسرتم؟ إنه سمام ابن أساسة الحنفي من بني حنيفة، وديار بني حنيفة دي يسموها ريف الحجاز، يعني اللي فيها الطعام بتاع أهل الحجاز. فأحسن، رغم أنه مشرك، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إسارة، وكان يزوره ويعطيه الطعام ويكرمه، حتى بلغ به أنه دخل في الإسلام لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولأنه أكرم وفادته رغم أنه في أصل، وأحسن معاملته ووصى به وأنزلوا منزلته، لأنه كان ملك، كان سيد لقومه. فلما دخل في الإسلام ذهب إلى مكة واعتمر وطاف حول الكعبة وجهر بإسلامه، وكان قريش تعرفه فأذوه إيذاء شديد، فتوعدهم سمام ابن أساسة توعدهم إنه هيمنع الميرة عنهم، يعني اللي هو الطعام، هيمنع عنهم أن يصل إلى قريش الطعام. وفعلا بر بوعده ومنع الطعام عن قريش، أمر قومه إن هم لا يذهبوا بالطعام إلى قريش إلى مكة. فجاع الأولاد والنساء والرجال، وأصبحت هناك مجاعة في قريش. اضطر زعماء قريش رغم ما بينهم وبين رسول الله من عداوة،
أن يكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر سمام بن أساسة أن يرسل إليهم الميرة. واستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استرحموه وطلبوا منه واستشفعوا إليه بالرحم بالقرابة. فرغم شركهم وموقفهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سمام ابن أساسة أن يرسل إليهم الميرة، فأرسلها إليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها رحم أبلها ببلالها، يعني أنا أصلها بأمر الله عز وجل لمجرد إنها رحم، حتى مع الشرك. وإحنا أيضا نعرف موقفه مع قومه، مع قريش اللي أخرجوه وأذوه وحاربوه، وأمكن الله منهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتيبة الخضراء 10,000 مقاتل إلى مكة، ووقف أهل مكة ينظرون ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم به. إيه الموقف اللي هتاخذوا معهم؟ يقطع رقابهم، يجعلهم أسراء؟ ما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كسر الأصنام وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مسك بعضاضتي باب الكعبة، ونظر إليهم جميعا وهم أمامه ينظرون إلى شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي سينطق ويحكم به. فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. الآن لما أمكن الله منهم يقول أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انتوا أحرار، انتوا أحرار. من شاء منكم أن يدخل في الإسلام، من شاء منكم ألا يدخل، من شاء إن هو يتصرف، أنتم أحرار. اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا انظروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولوا أخ كريم وابن أخ كريم، يقول لهم: أنا مش هقول لكم إلا مثل ما قال يوسف لإخوته. شوف، جعلهم كإخوته، لا تسريب، ما فيش ولا كلمة عتاب حتى. انتوا أحرار، انتوا أحرار. ما كان من قوم قريش بهذا التصرف النبوي الكريم إلا وهم عرب يعرفوا ازاي المكرمة والمكرمات، إن دخلوا جميعهم إلا من هرب أو من تأبى يوم أو يومين أو أكثر، ثم دخلوا جميعا في الإسلام لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن دخل مكة كان قد أهدر دم بعض الأشرار، بعض قواد الحرب، بعض الرجال والنساء اللي كانوا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إيذاء شديد ويؤلبوا عليه الأقوام. كان منهم عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل، كان منهم صفوان ابن أمية. دول كانوا القائدين اللي يعني في عندهم عداء شديد جدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرب عكرمة إلى اليمن، وزوجته أم حكيم رضي الله عنها كانت دخلت مع من دخل من النساء في قريش الإسلام عند الفتح، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت الأمان لزوجها عكرمة، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الأمان. فخرجت مسافرة حتى ردته، وقد كاد أن يركب البحر إلى اليمن، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة ده ابن أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بوحي الله عز وجل إنه رجع قرب من مكة قال: لقد جاء عكرمة مسلما مهاجرا إلى الله. فبيقول لأصحابه إيه؟ فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت لا يصله لا يبلغه، ولكنه يؤذي الحي. يعني ما تشتموش أبوك. شوفوا الأدب، شوفوا الرحمة، شوفوا السلوك والأخلاق. أبو جهل فرعون هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تشتموش أبو جهل ولا تجيبوا سيرته
بشيء يؤذي عشان ما يؤذيش عكرمة، لأن مش هيصل إليه أذى اللي هو أبو جهل بعد أن مات، لكن الحي من أقاربه هيتأذوا بذلك، فيقول لا تسبوا أباه فإنه لا يلحق الميت، فإن السب لا يلحق الميت ولكنه يؤذي الحي. ده قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تسبوا الموت أفضوا إلى ما قدموا. ثم دخل عكرمة ومعه زوجه أم حكيم رضي الله عنها، وقف بجانبها وقال يا محمد، زعمت هذه أنك أمنتني، قال نعم صدقت فأنت آمن، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. واحنا عارفين كيف كان عكرمة بعد ذلك وكيف استشهد وكان بطلا في الإسلام. أما صفوان بن أمية فله قصة عجيبة أيضا، هرب بعض الأيام حتى أخذ له أحد أقاربه من المسلمين الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه لحرب هوازن اللي هي غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر منه، استسلف منه كمية من الأسلحة، الدروع وغيره، مقابل مال يعطيه إياه، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان معه 10,000 اللي فتحوا مكة، و2000 من اللي دخلوا من قريش في مدة 18 يوم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي قعدهم في مكة. دخل 2000 واحد من قريش في خلال هذه الفترة في الإسلام، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيش مكون من 12,000، كان أقوى وأكبر جيش خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المشركين من قريش نساء ورجال خرجوا مع ذلك الجيش عشان ينظروا اللي هيحدث في هذه الحرب، وعشان لو غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الغنائم. كان من ذلك صفوان بن أمية، كان ما زال مشرك، ما دخلش في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض منه هذه الدروع. بعد أن نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهزم هوازن، وأفاء الله عز وجل فيء عظيم جدا جدا، أكبر فيء عرف في حروب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، أخذوا المسلمون وضعوه في الجعرانة، منطقة قريبة من مكة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينظر فيه ويقسمه على أهل الجيش، وهكذا ما أفاء الله عليه. كان ماشي معاه صفوان بن أمية المشرك وبعض القواد وبعض المسلمين، ففي أثناء مرورهم وهم بيشرفوا كده من على منطقة عالية، رأوا في وادي جمال وبقر وشياه والرعاة بتوعهم من العبيد، عدد ضخم لم يرى أحد مثله، ملء وادي بين جبلين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان صفوان يعني بيعجب جدا بهذا العدد الضخم. كانت هوازن جايبه كل الاموال بتاعتها عشان ما عندهمش عقيده، عشان ما يفروش، فمجمعين كل الاموال بتاعتهم. فمنظر كان عجيب جدا، وخاصه الجمال والغنم والبقر دي كانت ثروه، كان العرب يعزوها جدا ويقدروها مال ما يعني لا قبل لهم به. فاصبح يلوي صفوان وهو ماشي عمال يلوي وجهه ليرى هذا الجمع من النعم. فلاحظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعجبك يا أبا وهب، أعجبك هذا؟ قال نعم. شوفوا رغم أنه مشرك النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه، يقول له يا أبا وهب اللي هو صفوان بن أمية. قال نعم أعجبني. قال هو كله وما فيه لك. شوفوا قال له كل ده لك في الحال، دون مبررات ودون كلام، في الحال مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم، وما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يبقى خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه كل هذا المال. فقال اشهد ان ذلك عطاء لا يعطيه قط الا نبي، واشهد انك رسول الله. هذا التصرف من النبي عليه الصلاه والسلام اللي تألب به قلب صفوان. صفوان يقول في نفس هذه الرواية:
والله ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي من محمد، وما صدقت أنه نبي قط، إلا هذه اللحظة عرفت أن ذلك عطاء لا يعطيه إلا نبي، فآمنت به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مفاتيح القلوب. ربنا عز وجل جعل من الغنائم خمس الخمس، وجعل من تمن الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، يتألف قلوبهم. ده موقف مع أقوام لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. نشوف موقف آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج فيه القلوب أيضا، ويتصرف بحكمة، يتصرف برحمة، يتصرف بعقل نبي قدوة للمسلمين إلى يوم الدين. في حرب هوازن أيضا، في غزوة هوازن، كان الأموال والفيء ضخم جدا، وكان هناك لسه رؤساء قبائل لسه داخلين في الإسلام، لكن مش متعمقين في الإسلام، لسه ما صدقوش النبي تصديق جازم، تصديق كامل. طمع في لأنه يعني فتح مكة، لأن قريش هدنته، لأن منهم واحد كان قائد قبيلة بتاعت سليم اسمه عباس بن مرداس، منهم عيينة بن حصن الفزاري، منهم الأقرع بن حابس، أبو سفيان. كثيرون من اللي كانوا لهم سطوة، لهم كلمة على أقوامهم، لكن لسه دخلوا في الإسلام ولسه قلوبهم يعني لم تمتلئ حب للإسلام، ولكن لعل فيها طمع من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعالج القلوب حتى بحطام الدنيا لحد ما يحسن إسلامهم، وكل هؤلاء حسن إسلامهم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعطي لهؤلاء، منهم أبو سفيان، ومنهم صفوان، ومنهم معاوية بن أبي سفيان في ذلك الوقت، لأنه كان فقير، كان صعلوك، يعني كان لا مال له. وأعطى كثيرين من قريش اللي لسه داخلين في الإسلام، اللي هم الطلقاء، يسموهم الطلقاء، وبعض رؤساء القبائل، ولم يعطي أحد من الأنصار. فوجد الأنصار على رسول الله، يعني غضبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم يعطي قومه وسيوفنا تقطر من دمائهم، لقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم قومه. إن نحن حين الحرب أصحابه، وأما حين القسم فقومه وعشيرته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد. فدخل عليه سعد بن عبادة اللي هو رئيس الأنصار، فقال له ما مقالة سمعتها من قوم؟ قال ما هي يا رسول الله؟ قال كذا وكذا. قال ما قولك أنت يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا أحد منهم من قومي، وإننا نود يا رسول الله أن نعرف ممن هذا، إن كان من الله صبرنا، وإن كان منك فإن قومي يريد أن يستعتبوك، يعني لهم كلام مع حضرتك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع من ها هنا من الأنصار. فجمعهم سعد بن عبادة، جمع جميع الأنصار، وخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة شهيرة جدا، يعني هقول لكم بعضها. إن وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فقال ما بلغني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، يعني غضب علي في نفسكم. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة يعني فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى والله ورسوله أمن وأفضل. قال ألا تجيبوني؟ قالوا وما نجيبك يا رسول الله؟ قال والله إن شئتم لقلتم لقد أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخزولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك. وجدتم في أنفسكم يعني غضبتم يا معشر الأنصار في شيء من الدنيا تألفت به قلوب بعض المسلمين، وتركتكم لإسلامكم.
ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم عشان، وفي رواية أخرى من أجل لعاعة. لعاعة يعني نبتة كده بتطلع في المصارف زي الوردة كده وتروح بسرعة تدبل. من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب بعض الناس تجدون على رسول الله. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلك رسول الله شعب الأنصار. والله أجمعين والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار. فبكوا جميعا حتى أخضلوا لحاءهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله، رضينا بالله وبرسوله، ثم انفضوا ولم يعودوا لمثلها أبدا. ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم عالج فيه، موقف الشيطان يعني تمكن من قلب بعض من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة وبهذه الخطبة الصحيحة الصادقة البليغة اللي بلغت قلوب أصحابه من الأنصار فأرضاه، فرضوا ورجعوا راضين برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الصور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وقته المبارك بيمضيه؟ كيف كان يجلس في مجلسه في مسجده في بيته مع أصحابه؟ كيف كان يتعامل مع أصحابه؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وهو المسؤول عن إدارة الدولة الإسلامية كلها، كل الجزيرة العربية والفتوحات اللي فتحها، وهو اللي مسؤول إن هو يبلغ دين الله عز وجل كاملا إلى الناس كافة، يعلم الناس دينهم، وهو الذي يتولى أمر المسلمين ويقضي بينهم ويزيل ما بينهم من الشحناء. وإذا احتاج أحدهم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أي مشكلة يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه الإعداد للحروب،
بل يخرج بنفسه في 19 غزوة ويقاتل في بعضها بسيفه وبرمحه وبنبله، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يرتب السرايا الجيوش لأصحابه ويختار قوتها وأفرادها ويعين عليها ويدبر الجهة اللي رايحين لها وبعد ما يأتوا وهكذا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان متزوج وله البيوت، وهو صلى الله عليه وسلم اللي كان يأتيه الناس عشان يأخذوا اللي بيفتقر يرجع إليه، اللي عنده مشكلة يرجع إليه. كيف كان وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ذلك كله؟ كيف كان يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كله؟ كيف كان يتعامل ذلك القلب بهذه الرحمة رغم انه قائد جيش بتاع معارك بتاع سيوف وقتل وتقتيل، ورغم هذا كيف فاض قلبه بل قطر قلبه برحمات بقيت على مضي الزمان إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويتفقد أصحابه إذا غاب أحد يسأل عنه، وإذا كانت هناك دعوة يلبيه، إذا كان هناك فرح يشارك فيه، إذا كان هناك مشكلة بين اثنين أو أكثر أو قبيلة أو بطن من قبائل يذهب ويزيل ما بينهم. كل ذلك كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 رجل، فأقبل رجل من الأنصار فسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أكبر: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال: صالح. كان مريض، بيسأل عليه النبي عليه السلام، بيسأل عليه واحد من قومه بيقول له ازاي صحته، عامل ايه؟ قال: صالح كويس الحمد لله. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم يعوده؟ فقام رسول الله وقمنا معه حتى دنونا من ديار سعد، من بيوت سعد، وهي أرض سبخة ليس علينا نعال ولا خفاف ولا قمص جمع قميص ولا شيء إلا ما يستر عوراتنا. ماشيين الأرض السبخة اللي هي الحجارة السود المدببة، ماشيين حافين، لا عندهم نعال ولا عندهم خف يلبسوه عشان يقيهم الحر ويقيهم الصخر. تصوروا الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أجلاء الصحابة أصحاب مجلسه ومشورته، ماشيين حافين، ماشيين مفيش حاجة يدوب غير تستر عورتهم بس، ومفيش حاجة يقول ولا قلامس، يعني مفيش حاجة على رؤوسهم، عشان يروحوا يزوروا أخ لهم في الله سعد بن عبادة رضي الله عنه. يعني تصوروا هذا المنظر، تصوروا هذا الجيل، تصوروا هذا الوقت، تصوروا هذه القلوب الواعية الصابرة اللي عليها هداية البشرية كلها، كيف كانت تحيا، كيف كانت تصبر، ما كانت حياتهم. 15 وفد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفاة وشبه عراه وجياع، ذاهبين عشان يزوروا مريض لهم. يقول: حتى دنونا منه فتنحى قومه عنه، فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاده وخرجنا. ده موقف كان يفعله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد كل من له أدنى فضل أو فضيلة، والفضل والمنة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأحدى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها لزيد بن حارثة رضي الله عنه، وأنجبت أسامة بن زيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينساها، كان يذهب إلى بيتها ويزورها. فلما لحق بالرفيق الأعلى أبو بكر وعمر، قال أحدهما الآخر، قال أبو بكر: هيا بنا يا عمر نزور أم أيمن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور أم أيمن، وكان يزور هؤلاء العواجز، هؤلاء النساء، هؤلاء اللي لهم فضل وصحبة، يتعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه الجليل الكبير، ويذهب إلى هذه العجوز، كانت أمة، كانت عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويذهب إليه. من أجل ذلك كان من وفاء
ومن اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصحبه عمر إن ذهب فزارها وكان قريب عهد بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت تبكي فقالوا أما تعلمين أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله؟ قالت نعم إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن انقطع الوحي. فهيجتهما على البكاء فقعد يبكيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن يخدمه طفل صغير كان اليهودي من اليهود المقيمين كان من الأنصار، بعض أفراد من موالي الأنصار كانوا يقيموا في المدينة هم يهود غير القبائل اللي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان طفل منهم ممن يقيم في المدينة، طفل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يعودوه، فذهب إليه فوجده يحتضر، وجد أنه بيجود بروحه، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله. فأخذ الغلام ينظر إلى أبيه اليهودي، فقال له اليهودي أطع أبا القاسم، لأن كان يعرفه أنه على حق لكن العناد بس، أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم فاضت روحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. القصد من هذه القصة كيف كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الواجبات تؤدى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وكيف كان يعلمهم حتى الغلام. بل أكثر من هذا، امرأة عجوز، حتى الروايات لا تقول اسمها ايه ولا يعرفوا اسمها ايه ولا معروف اسمها ايه، امرأة عجوز كانت تيجي وتكنس المسجد، تقوم المسجد. فلما ماتت بالليل دفنوها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها ما لقاهاش بعد كده في المسجد، فسأل عنها فقالوا لقد ماتت يا رسول الله ودفناها. قال لما لا تؤذنوني بها، ما أخبرتنيش بها ليه؟ عشان كنت أصلي عليه. ثم أرشدوه إلى قبرها فذهب ودعا لها وصلى على قبرها. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد امرأة كانت بتخدم في مسجد وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليها حتى بعد دفنها ليؤدي ذلك الواجب، لأنه كان يعرفها صلى الله عليه وسلم. من المواقف أيضا واحد اسمه معاوية ابن الحكم، شوفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وهو يعلمهم، وهو يأخذ بأيديهم إلى الدين وإلى الرقي وإلى الخلق ويعلمهم. معاوية ابن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه كان لسه قريب عهد الإسلام، دخل المدينة ووجدهم بيصلوا فصلى معهم، وبعدين رجل وهو بيصلي عطس. هو اللي بيحكي سيدنا معاوية ابن الحكم رضي الله عنه يقول فعطس رجل إذ نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يرحمك الله، ما كانش لسه عارف فأخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه، فقلت واسك لا أمياه لما تنظرون إليه؟ يعني عمال بيكلم نفسه في الصلاة، الله انتوا بتبصوا لي ليه كده؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فلما عرفت أنهم يصمتونني سكت. يقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، فلما قضى صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ادي كل اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل مجرد انه قال لواحد يرحمكم الله ما فلاهم بيبصوا له كده، وبعدين قال لهم الله انتوا بتبصوا لي ليه في الصلاة؟ ما كانش يعرف ان الكلام في الصلاة ما يبطل. انتوا بتبصوا لي ليه كده؟ انا ايه ده انا رحت في داهية كده. واسك لا امياه، منتظر بقى اول النبي عليه الصلاة والسلام هيخلص على لهم هاتوه وهاتوا الفلكة بقى، ويلا ازاي انت تعمل كده؟ ازاي تفسد علينا الصلاة؟ ازاي تصلي كده؟ فيقول ان يعني فداء النبي عليه الصلاة والسلام، فداء بأبي هو وأمي، يعني فداء أبي وأمي. ده كلام يتقال يعني على تعظيم الشأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا عنفه ولا شيء أبدا، ولكن كل اللي قال له ده الصلاة دي ما ينفعش فيها كلام من ده، ما ينفعش فيها كلام من ده. وانتوا عارفين طبعا قصة الرجل
جاء وبال الى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام اصحابه اليه، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم دعوه لا تزرموه، يعني ما تقطعوش عليه بول، شوفوا الشفقه والرحمه. وبعدين قال لهم اهريقوا عليه سجلا من ماء، هاتوا جرد الميه وكبوها، خلاص اتطهر المسجد. ولما قضى هذا الاعرابي البوله قال له يا اخ العرب ادنوا تعالى. وبعدين قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، انما جعلت للصلاه ولذكر الله بس. النبي عليه الصلاه والسلام علمه، الجاهل يعلمه، الجاهل يصبر عليه يحلم عليه، لكن ما يعنفوش حليم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من القصص الشهيرة ايضا اللي تدلنا على كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، وكيف كان يعرف قدر كل منهم وقدر ايمان كل منهم. في سفرة في غزوة جاء احد الاعراب وامسك بتلاليب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبز النبي صلى الله عليه وسلم جبزة شديدة اثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا محمد احملني على بعيرين فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك. ده مسلم، لكن اعرابي لسه ما يعرفش قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لهم لاصحابه احملوه على بعيرين، نعم انه ليس مالي ولا مال ابي، انه مال الله. شوفوا ولي امر المسلمين، شوفوا خزينة الدولة، شوفوا احد الرعية يجي الرئيس الدولة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولي امر المسلمين ويقول له اديني انا محتاج مش مالك ولا مال ابوك. النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول نعم انه ليس مالي ولا مال ابي، احملوه على بعيرين. ولكن يا اخ العرب دعني اقتد منك، اخذ حقي منك لان انت شدتني شدة جامدة اخذ. قال والذي بعثك بالحق لا تفعل، مش هيحصل. قال لما يا اخ العرب؟ قال لاني اعلم انك لا تكافئ المسيء الا بالحسنة. شوفوا بيقول له مش هيحصل ابدا ان انت تعمل فيها حاجة ابدا، مش هتحصل انك تعمل فيها حاجة ابدا. شوفوا ازاي كان بيعامل النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه الجاهلين حتى يرقيهم، وشوفوا هم كانوا عارفين خلقه وبيتعاملوا معاه ازاي. سيدنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول ان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة تسع اكل 15، كان يسموها الغبراء. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل حاجة عنده في البيت لها اسم، كان يسميها الغبراء. فجيها بها وقد اسرد بها طعام، سريد يعني فت، ووضعت فجثى النبي صلى الله عليه وسلم معنا يأكل. فقال احد الاعراب ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ابتعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا. كلوا من نواحي القصعة ولا تأكلوا من ذروتها، يعني من اعلاها، فان البركة تنزل من اعلى الطعام. الشاهد عنها في هذه القصة كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع كل اللي موجودين، كل اللي يدخل بيته، كل اللي في المسجد، كأحدهم يأكل كأحدهم، يجلس يعني يجلس على ركبتيه كده ويأكل بإيده ويأكل بأصابعه الثلاث ويلعق إيده ويمسح بإيده عادي جدا مثل أحدهم تماما. لدرجة الأعرابي ده استغرب النبي عليه الصلاة والسلام زي قاعد معاهم، زي قاعد معاهم على طعام واحد وقاعد كده زي العبيد وبيأكل جلسة العبيد. امرأة مرة كانت يعني لها خلق مع الرجال، مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس هذه الجلسة يأكل، فقالت انظروا يأكل كما يأكل العبيد ويجلس كما يجلس العبيد. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهل أعبد مني؟ وفي عبد أكثر مني؟ وهل أعبد مني؟ فقالت يأكل ولا يطعمني. فقال لها اجلسي كلي. فجلست، ما كانش عندها حياء هذه المرأة، فجلست. فقالت يأكل ولا يضع في فمي. قال لها خذي. بجدية النبي عليه الصلاة والسلام فاستحيت حياء شديدا فما رؤيت بعد ذلك ترافس الرجال. كانت تقعد تهزر مع الرجال وتمشي بهذه الكيفية اللي هم يعني ما همش مسلمين، يعني مش كفار. بعد ذلك من تصرف النبي عليه الصلاة والسلام يعني امتلأت حياء فما رجعتش لمثلها ابدا. الشاهد في هذا شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس كما يجلس العبيد ويأكل كما يأكل العبيد. كان يجلس في المسجد ويدخل من لا يعرفه
ويقول أين محمد فيكم؟ يقولون ها هو. ما يعرفش، لا له مجلس مخصوص ولا لبس مخصوص ولا عليه حرس، جالس مثله زي أي واحد في المسجد. كان إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مجلس جلس عندما ينتهي به المجلس، أي حتة فاضية جاء قاعد فيه، ملوش مجلس مخصوص. ولكن إذا جلس في مجلس أصبح في صدارته، كل الناس يبقى هو اللي يتجه إليه صلى الله عليه وسلم. يدخل يقول لهم فين محمد؟ مين فيكم محمد؟ زي بعض كلهم، لابسين زي بعض، قاعدين زي بعض، تصرفاتهم واحدة. هذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. في يوم رجل دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام، فأرسل له إن هو يأتي عشان يأكل، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول اللي جاء قال يا رسول الله إن الطعام ل5، يعني أنت ويبقى معك 4. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 4 وذهبوا إلى هذه الدعوة، هذا الطعام اللي دعوا إليه، لأن كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجب، من حق المسلم على المسلم. فقام إليه، كان يدعى إلى أي طعام كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فتبعهم رجل واحد كده، لهم ماشيين جا ماشي معاه، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مالوش ارجع، حتى وقف على باب الرجل فقال له إن هذا تبعنا فإن أذنت له وإلا رجع. مش يجي واخده كده، شوفوا الأخلاق وشوفوا المعاملات، ما فيش فينا كده. فمرة إن شاء الله يعني الحاج عباس له ملاحظات جميلة جدا على هذه المواقف، بل إن شاء الله هيطلعها في كتاب قريبا، لعل بإذن الله يتاح لنا مرة في مثل هذه الجلسة وهذا الحديث نسمع التصرفات البعيدة جدا، البن شاسع بين مواقف المسلمين وبين تصرفات المسلمين وبين تصرفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المعاملات النبيلة. واحد داعي 5 خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محرج ان يقول له ارجع، لكن يروح هناك ويستأذنه، مش يلا تعالى، لا، بيقول له ده لا أنا ماشي معانا، إن شئت إن هو يدخل وإن شئت يرجع. قال بل يدخل يا رسول الله، فدخل معهم وأذن لهم صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه له دعابات ويجلس يمزح ولا يقول إلا الحق، عشان يدخل الأنس على أصحابه، عشان يؤنسهم ويلاطفهم، عشان ما يحسوش بتفاوت بينه وبينهم، عشان يظل ما يعني له المكانة والوقار كأحدهم. بعث رجل زوجته ليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فذهبت له وقالت له فلان زوجي يدعوك إلى طعام يا رسول الله. قال نعم، زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت لا يا رسول الله ليس بعينه بياض. قال نعم إن زوجك في عينه بياض. قالت لا يا رسول الله، بس زعلانة، جوزها في عينه بياض، يعني اللي يفهم من ظاهر الكلام كده يعني أعور، عينه بياض يعني عينه ممسوحة. قالت لا يا رسول الله. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وضحك أصحابه وقال ما من رجل إلا وفي عينه بياض. ما هو أي واحد في عينه بياض وسواد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاوز إيه؟ يعني جاية ولعلها جاية وبتلهس وخايفة من النبي عليه الصلاة والسلام ومرعوبة لمقامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاوز يسرع عنه، يعني مش لمجرد أي مناسبة كده. ما يجيش واحد كده يقول ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بينكت مع امرأة وازاي كان بيضحك مع امرأة، ده حصل زي العجوز اللي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة. قال لا يدخل الجنة عجوز. فبكت هذه المرأة وكادت أن تولي، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال لأنهن يدخلن أبكارا عربا أطرابا، يعني من سن واحد ومتحببين لأزواجهم وسنهم يبقوا شباب وأبكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبوه يقدروه يحترموه رغم هذه المعايشة اللي كان بيعيشوه. بعد غزوة أحد ترامى إلى أسماع أهل المدينة أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، وشيع إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل في هذه الغزوة. فخرج نساء أهل المدينة وكل من في المدينة يعني وهم في شدة من الحزن عشان يعرفوا صدق هذا الخبر. كانوا راجعين
راجعين بقى الى المدينة، فخرجت امرأة من الانصار، حتى ما السورة ما قالتش اسمها ايه، لان ما يهتموش بهذا الاسم، لان ده موقف زي سائر موقف النساء. من بني دينار من الانصار، امرأة كان لها زوجها استشهد في هذه الغزوة، ابوها استشهد في هذه الغزوة، ابنها استشهد في هذه الغزوة، اخوها استشهد في هذه الغزوة، 4. اقرب الناس له زوجها وابوها وابنها واخوها. وهي بتتلقاهم يقولون لها ايه؟ احتسبي اباك، ابوك قتل. تقول انا لله وانا اليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ انا عاوز اعرف رسول الله عمل ايه. احتسبي زوجك، تقول انا لله وانا اليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ احتسبي ابنك، تقول انا لله وانا اليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ احتسبي اخاك، تقول انا لله وانا اليه راجعون. ما فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير، هاك هو صالح. قالت اروني، لازم اشوفه. فدفعت اليه فاخذت بثوبه وقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، يعني هينة، ابويا واخويا وزوجي وابني كل دي تبقى هينة الا انت يا رسول الله. شوفوا تقدير رسول الله، شوفوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا ألقى الله في قلوبهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي. من المواقف ايضا في غزوة ان استشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه، كان يحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو به الجراح ومتألم جدا، وما كانش يستطيع ان هو يقوى على المشي، كان بيسندوه. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيوت الانصار والنساء يبكين قتلاهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متذكرا قتل عمه لكن حمزة لا بواكي له، كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغت سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فأخذ جميع النساء من دور الأنصار وذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكين حمزة. وكان قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ونام من شدة التعب وتأخر عن صلاة العشاء، فأخذوا ينتظرونه. فلما قام وجد النساء يبكين، قال ما هؤلاء؟ قالوا زوجات الأنصار ونساء الأنصار يبكين حمزة. قال ما كنت لذلك أرغب، ردوهم إلى دورهم. الشاهد في هذا ان مجرد سابوا موتاهم وسابوا قتلاهم، لان مجرد سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكن حمزة لا بواكي له، يعني الانصار انتوا انصار كتير وحمزة ملوش اهل هنا كتير، عشان هم لسه جايين من الهجرة وما لهمش اهل كده، يقوم ياخدوا نسائهم كلهم ويروحوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فشوفوا قد ايه كان حرص الصحابة. الحقيقة في مواقف كتير والوقت لا يتسع، لكن ندخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان في بيته رقيقا، كان في مهنة أهله، يقم بيته يكنسه. النبي عليه الصلاة والسلام يكنس بيته وبيت زوجاته، ويخصف نعله، يرقع النعل، كان بيلبس نعل مرقع، يخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. كان رقيقا، كان في مهنة أهله، كان يلاعبنا ونلاعبه ويداعبنا ونداعبه، حتى إذا قام إلى الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ستنا فاطمة رضي الله عنها تحكي أنها شربت من إناء شربت شوية من إناء كده مية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء من يدها وتتبع موضع فاها وشرب منه. شوفوا حرص النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا ازاي ان هو بيظهر لها، يعني رايح النبي عليه الصلاة والسلام عشان يكنس في البيت، هم هيرضوا يسيبوه يكنس، لكن عاوز يوريهم ازاي انه مقدر التعب اللي بيتعبوه، العمل اللي بيعملوه، مقدر ان دي يعني انتوا مش اقل مننا، وان انتوا يعني مش نساء يعني حالكم ادنى من الرجال. عاوز يثبت لهم ان قلبي معاكم، وان يعني انا مقدر اللي انتوا فيه، عشان كده كان يشاركهم. عاوز يظهر لستنا عائشة رضي الله عنها مدى حبه لها، وبيظهر لها الحب مدى يعني بيلاطفها بيلاعبها، دي شابة، دي صغيرة في السن،
محتاجة الى هذا، محتاجة الى ان انسان يهتم بيها ويظهر لها المحبة، اي امرأة واي شابة كده. فيوم النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ موضع ما شربت ويشرب مطرحه ويوري لها، يعني ان يا سلام بيتتبع هذا الموضع، هذا الموضع. شوفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش فقير. جاءته فاطمة رضي الله عنها بكسرة من قرص شعير، قرص يعني رغيف، كل اللي وصل لها رغيف من شعير. أكلت هي وزوجها علي وابنها الحسن والحسين، وأبقت كسرة يعني لقمة من رغيف الشعير، وذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها ويقوم إليها ويهش لها ويجلسها بجانبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. ثم أخذ منها الكسرة فأكلها وقال لها: يا بنية، هذا أول طعام يدخل جوف أبيك من 3 أيام، من 3 أيام. عائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله عنه وغيرهم يقولوا: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام من بر أو شعير حتى لقى الله عز وجل. ما كلش أكلة كده لما شبع من عيش بس كده. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيوت زوجاته. دخل مرة إلى بيت إحدى زوجاته فقال: ما عندكم من طعام؟ قالوا: ما عندنا إلا الخل. فقال: قدموا له شوية خل يغمس بيهم كده لقمة، وهو يقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. عاوز يعني يرطب من على زوجته اللي مش لاقي غير شوية خل تقدمهم للنبي عليه الصلاة والسلام مكسوفة، عاوز يرفع هذا الحرج من زوجته. فقال لها: نعم الإدام الايه الخل، عشان ما يحرجهاش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف ما عاب طعاما قط قدم إليه. فيش في مرة في حياته قال: ايه الأكل ده مش عاجبني. إن أحبه أكله، وإن كرهه يعني مش مرتاح له تركه، دون أن يعيبه صلى الله عليه وسلم. ما ملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه إلا من تمر الدقل، يعني رديء التمر، اهو ده يعني اللي كان يعني شوية كده يقدر يأكل منه، لكن ما كانش يجد كل ذلك موجود. هذا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحياة اللي كان بيحياها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يكون لنا قدوة. ما من مكان يعني على وجه الأرض يحيا فيه إنسان ويريد إنه يتخذ قدوة، يتخذ يعني نموذج في تصرفاته في حياته على مر الزمان إلى يوم القيامة، إلا ويجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. إن كان زوج، إن كان أب، إن كان جد، إن كان ما من شيء إلا ويجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. الوقت انقضى، وهناك لعل الله سبحانه وتعالى يعني يبارك في وقتنا وفي درسنا وينفعنا به. وكنت أود أن أبين يعني بعض مواقف وصور أخرى لعل الله سبحانه وتعالى يتيح لنا فرصة أخرى لبيانها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.